السلام عليكم. ايه ده؟ في ايه يا احمد؟ لا مفيش حاجه، دول جايين يشربوا شاي معايا. شاي ايه؟ يا ريت تصحي لنا الناس اللي في البيت كلهم وانت واقف هنا معانا. ازاي صحيهم سيادتك وانا واقف هنا معاك؟ يا سيدي زعق، اعمل اي حاجه، المهم البيت لازم يتفتش يا ابني. طب افهم فيها يا سعاده الباشا. مفيش حاجه والله، بس هي اجراءات احترازيه عشان اغتيال السادات. ايه؟ اغتيال ايه؟ السادات؟ سادات ايه واغتيال ايه؟ يا بيه ده انا عمري ما مسكت السكينه يا سعاده البيه. دول موتوه برشاشات يا سعاده البيه. اهدى مش كده يا عمجد. اهدى ازاي يا احمد؟ اهدى ازاي؟ ده الحسن اللي احمد طولي. راجل بقى يا حاج امجد، امسك نفسك، مش معقول كده يا راجل. امسك نفسي ازاي يا حاج؟ انا مش عارف، انا بقالي كام يوم هنا، انا ما بقتش عارف الليل من النهار يا راجل. هانت يا حاج، الله هانت يا اخي، احنا ما عملناش حاجه، يعني هنخرج. والمليون و800 الف جنيه دول اللي مش لاقيين ورقهم فين؟ مش هيسيبونا يا اخويا الا لما يعرفوا هم فين، والمصيبه ان احنا نفسنا ما نعرفش هم فين. غلطه يا حاج، غلطه والله العظيم غلطه، وبكره هتقول احمد قال 2 مليون جنيه دول يعني 6 صفار قدامهم. ال6 صفار دول لو شلت منهم صفر يبقوا 200,000، يبقى كده اللي فاضل فعلا وناقص 1,800,000 اللي انت بتتكلم عليهم، واللي هم مش لاقيين ورقهم ومش هيلاقوه ابدا الا اذا الصفر السادس ده رجع. غلطه يا حاج صدقني. ولو ما اكتشفوهاش وكلامك طلع غلط يبقى احنا مولنا التنظيم بمليون و800. ده معناه ان احنا شاركنا في اغتيال الرئيس، يعني فيها على الاقل تأبيدة. اعوذ بالله يا اخي، فال الله ولا فالك، اهمت بقى. ارحمني يا رب ارحمني، ده بدل ما تقولي الحمد لله على سلامة اخوك. ما قلت 100,000 مرة الحمد لله على سلامته، واستنيته وما فتحتش بقي لحد ما رجع بيته، بس خلاص دلوقتي بقى لازم اعرف وديته الدهب فين. شايلينه يا بدرية، شايلينه في المكان اللي بنشيل فيه الدهب، ومش هقول لك فين لاني متوضي وحالف على المصحف الشريف اللي محد يعرف مكان الدهب ده غير انا واخواتي. طب وحقي فين في الدهب يا فتحي؟ هو مش الدهب ده اللي هربناه انا ومرات اخوك واحنا نايمين على ودنا وانتوا واكليننا على قفانا؟ قصر حقك يا بدرية، مالكيش حق. عايزه ايه تاني؟ ما كفايه النسبه اللي انت واخداها في الارض. عايزه ايه تاني؟ ويكون في علمك الدهب ده بتاعنا واخواتي وبس. ماشي يا فتحي على راحتك، بس خليك فاكر ان انت اللي ابتديت والبادي اظلم. ربنا عالم وشاهد ان عمري ما ظلمتك يا حاجه بدريه. يعني انت حتى مش هتقولي هتفضلوا شايلين الدهب ده لحد امتى؟ معرفش، احنا اتفقنا نشيله بس، لحد امتى بقى معرفش. عايزه حاجه تانية يا بدريه؟ صفر يابا، يعمل فيها ده كله؟ لا اله الا الله، ده ملوش لازمه، امال لو 1 ولا 2. ملوش لازمه ازاي بس يا دكتور؟ عيب، ده انت كلك مفهوميه. الصفر ده يخلي ال100,000 مليون وفي الاخر تقول لي ملوش لازمه. الحمد لله انها جت على كده، ده احنا كنا مفهومين عليك من العياط انا وام هاشم. تسلم يا حبيبي. الله، امال فين صحيح البت هاشم؟ نايمه جوه. بقول لك ايه يا احمد، وحياة غلاوتها وغلاوتي عندك ما تقولهاش يا هاشم تاني. يا سلام، يعني هو لما هيقول لها يا هاشم هتنقلب ولد؟ دي بنت وزي القمر، ربنا يخليها لك يا ابني. برضه يا توفيق ما يقولهاش يا هاشم. او النبي يا احمد بلاش تقول لها يا هاشم. عيني، مش هقول لها يا هاشم، هقول لها يا ام هاشم. بس انت اقول لك يا ايه؟ يا ام هاشم. امان يا امان، امان، امان. فص ملح وداب، لا لاقيها لا هي ولا جدها. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تعرفش اي حد من قريبها؟ اي حد من معارفها؟ اي حد نعرف هي راحت في انهي داهيه؟ ما اعرفش حد خالص غير جدها. ما هتلاقي جدها ده خدها وسافر بره مصر، ما هم خايفين على نفسهم اكيد. تلاقيهم كمان فاكرينك انت اللي قتلت السادات. صحيح يا ولاد، الناس بقت تترعش من الموضوع ده، تترعش رعش كده، محدش عارف البلد راح على انهي حته. المشكله انها حامل، يعني فضلت طول الوقت اللي فات ده مش عايزه تحمل، ولما تحمل
تبعد عني وما اعرفش هي فين. الغايب حجته معايا يا احمد، وان شاء الله تعطر فيهم. خايف يا حاج ما اعطرش فيهم، وخايف اكتر تكون حامل فؤاد. يعني الواد اللي بتمناه من الدنيا طول عمري يوم ما يجي ما يجيليش انا. الله 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 يا ابو حميد، ما تصلي على النبي امال. الله، انت خلاص يعني عرفت انه واد وعرفت انه مش جاي لك؟ ده انت طول عمرك متفائل يا راجل، ايه التشاؤم ده؟ يا فرحتي بيكم انتوا الاتنين، متفائل ومتشائم. هنقعد نتكلم في الحزن ده طول النهار؟ يا جدع انت، انا مش قايل لك ان شاء الله ربنا هيعطرك فيهم؟ خلاص خلينا نتكلم بقى في الشغل. صلى على النبي وعليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام يا حاج. موضوع البيع الارض الامجد ده انا مش موافق عليه. ليه بس يا حاج؟ ايه المشكله؟ الله، ده الراجل قال لك هيشيل الارض بمشاكلها ونطلع في الاخر كسبانين كمان. بعدين على فكره يا حاج انا كلمته في كل حاجه والراجل ما قالش لا، وبعدين ده مستعد يكايش دلوقتي. اهو على البركه. يبقى بشرط واحد، اتفضل يا حاج. الفلوس اللي هناخدها منه نشتري الارض اللي انا قلت عليها. اوه بقى، ايه اللي هيودينا الكيلو 26 يا حاج؟ الكيلو 26 ده يا عبيط هي ارض المستقبل. هنعمل اكبر مدينه سكنيه، هنعمل مزرعه فراخ على اكبر مستوى في مصر. افهمني، ده 1000 فدان. 1000 فدان يا احمد، 1000 فدان. ايوه يا حاج. هو بس محمد قصده يعني انها بعيده شويه. بعيده يا اخويا؟ عقبال ما تروح بالعربيه وترفع سماعه التليفون تكلم كل واحده من نسوانك هتكون وصلت بالسلامه. ربنا يبارك ويزيد كمان وكمان يا احمد. يا رب يا رب. قول لي يا عمر، احنا بقالنا قد ايه اصحاب؟ يا من سنين. ربنا يبارك في المعروف واهله، وانت من اهل المعروف يا احمد، انت واخواتك. يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا شيخ عمر. ربنا يبارك فيك يا شيخ عمر. يبقى اكيد في حاجه. ايه يعني خير؟ وهو انت ما تقوليش يا شيخ عمر غير لما يبقى عندك حاجه عايز تأمني عليها وتقول لي يا شيخ عمر، وانا في كلتا الحالتين مؤتمن، سواء كنت عمر او الشيخ عمر. عندك حق. صح صح. ايه، عمر ولا الشيخ عمر؟ اتفضل. هقول لك، انا مش عارف يعني، عمال افكر انت ليه لحد دلوقتي ما فكرتش انك تجيب عربيه محندقه كده، يعني تفسح العيال بيها يوم جمعه، تهزر بيها، اي حاجه. تصدق بالله يا احمد، لا اله الا الله، اهو يوم الجمعه ده بالذات اليوم الوحيد اللي ما عنديش فيه ساعه فاضي. الله، ليه؟ عندك شغل تاني ولا ايه؟ شغل تاني ايه يا احمد؟ انا بصحى اصلي الفجر والم الولاد حواليا احفظهم سوره الكهف، وقبل صلاه الجمعه بساعه اخد بعضي واروح مسجد سيدنا الحسين اصلي الجمعه، ومن صلاه الجمعه لغايه صلاه العصر اقعد في حضره الشيخ الجليل حسين العشماوي. الله الله الله. فحضرته ازاي يعني بقى؟ ساعتين من بعد صلاه الجمعه لغايه صلاه العصر بيفسر لنا معاني القران الكريم. بسم الله ما شاء الله. طيب انت رايح الجمعه اللي جايه ان شاء الله. انت تعرف فضيلته شخصيا؟ في الحقيقه انا ما شفتوش غير مره واحده. من زمان، من ساعه ما كان ممنوع ان يجي مصر كنت بسمع خواطره الايمانيه في اذاعه سعوديه، والحمد لله اول ما جه مصر شبطت فيه، وربنا والحمد لله قربني منه. عقبالك يا احمد. يا رب. طب اعمل حسابك الجمعه اللي جايه ان شاء الله هعدي عليك ونروح نصلي سوا هناك، عايزك تعرفني عليه. يا سلام، ان شاء الله. ان شاء الله. يا صباح ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاج فتحي، فتحي اصحى يا حاج. ايه يا محمد؟ سعر الشعير نزل؟ طلع؟ نزل ايه وطلع ايه يا راجل؟ ده انت وقعت قلبي في رجلي. انت نايم كده من امبارح؟ لا نايم ايه، ما نمتش ولا حاجه، انا خفيت شويه كده بس. كده برضو يا حاج؟ قوم ريح في سريرك، كده غلط عليك يا حاج. اريح ايه يا ابني؟ احنا عندنا شغل وشغل مهم. شغل ايه بس؟ راحتك اهم يا حاج. الله، ما انت لو تعبت ولا وقعت مش هتعرف تشتغل ولا تعمل حاجه. قوم معايا يا حاج، قوم اسند على ايدي، قوم اقعد ريح هنا. امال اخوك احمد فين؟ احمد صحي ومستنينا، بس انت مالكش دعوه، ريح انت. لا ازاي؟ روح انت سبقنا عنده وانا هطش جسمي بشويه ميه واجي وراك. برضه يا حاج مصر؟ قوم بس روح. حاضر. بقول لك ايه، عملتوا ايه في موضوع الشعير؟ احمد اشتراه امبارح. كويس قوي، قول له ما يبيعش لغايه امبارح، السعر قصاده. حاضر يا حاج حاضر، بس انت كان المفروض تريح. ريح ايه يا ابني؟ انت شايفني تعبان؟ اتكل على الله، انت شوف مصلحتك، اتكل على الله. ربنا يحفظك يا علي بيه. يا سلام، يا رب دايما اسمع الاخبار الحلوه منك. ربنا يفرحك، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ما تحرمش ابدا. معلش سامحني على تعبك، مع الف سلامه. مع السلامه. ايه يا دكتور، ما تفرحنا معاك.
صباح الفل يا حاج فتحي، انا عرفت امل فين. يا صباح النور. لقيتها فين؟ في اليونان، هي وجدها. في اليونان مرة واحدة؟ بس دي حاجة تقلي ما تفرحش يا احمد. يا اخي المهم انا عرفت هما فين. الأهم هتجيبها ازاي؟ يعني هي اليونان بعيدة يا حاج؟ على رأيك. المهم طمني، جابت لك واد ولا بيت؟ معرفش، بس بقول لكم ايه، اعملوا في حسابكم انا لازم اروح اليونان. نعم يا حبيب ابوك، احنا داخلين على وحلة كبيرة. انا محتاج كل راجل منكم يقف 24 ساعة على رجله. تقول لي يونان؟ انت توحلها ليه يا عم فتحي؟ ما لازم اوحلها لما يكون اخوك كبير بقاله يومين ما نامش وانت عايز تروح اليونان. اسال محمد. خلاص يا حاج بالراحة بالراحة، مش كده، دي مش طريقة مناقشة دي. بقول لك ايه يا دكتور، احنا عايزين نريح لنا يومين كده قبل المفرمة اللي احنا داخلين عليها دي، عايزين نشحن بقى. ما عنديش اي مانع، نشحن زي ما انتوا عايزين، بس حطوا في خطتكم ان انا رايح اليونان. حاضر هنتصرف يا سيدي، حاضر، بس نروح مكان بقى ما نشوفش فيه حد ولا حد يشوفنا. انا ليا شرط واحد، لا ناخد نسوان ولا عيال، والكلام ده ليك انت مخصوص. ماشي يا حاج. الله الله الله. سبحان الله. استنوا بقى يا اخوانا، عشان احنا بقالنا 3 ساعات عمالين نبرم بحيرات عليا وبحيرات سفلى وصحراء غربيه وصحراء شرقيه. انا تعبت يا اخوانا خلاص مش قادر. يقول لك يا محمد، ده انت لسه عيل صغير، امال انا اقول ايه؟ يابا. وبعدين لازم تتعب يا محمد، لازم تتعب عشان تحس بطعم الراحه.